بص يا صاحبي، شاشتك 4K ودافع فيها دم قلبك وجايبها في عرض وجميله و50 بوصه و60 بوصه و70 بوصه، يبقى الفيديو ده ليك عشان اقول لك في حاجه من الاخر. تمام. اولا الناس اللي جايبه شاشه 4K ومتاكد جدا اللي هي بتدعم معاك ال HDR وبتدعم معاك 4K، هنتكلم مع بعض في الفيديو ده. هل انت مستفاد بالشاشه دي؟ 99% من اللي هيشوف الفيديو هيبقى لا، انت مش مستفاد فيها وجايبها كانها عندك تلفزيون، كانها عندك شاشه عاديه خالص ما بتدعمش ال 4K. طب ليه الكلام ده؟ طيب هنبص كده مع بعض عشان نفهم الكلام على ايه. بص كده على الريسيفرات دي كلها. عندك ده براند التورمان، عندك ده براند سان بلس، عندك ده سكوب، عندك ده نوفا، هوكس، نوفا. كل الحاجات دي اصلا ما بتدعمش معاك ال 4K. فانت لو عندك شاشه ومش جايب لها ريسيفر بيدعم ال 4K انت مش مستفاد اي حاجه. طيب جايب شاشه مثلا ومشغل عليها اكس بوكس، طب الاكس بوكس بيدعم ال 4K تمام، مشغل عليها بلاي ستيشن بيدعم معاك تمام، مشغل عليها تي في بوكس زي ده بيدعم معاك جوده ال 4K الالترا اتش دي تمام، انت كده مستفاد بكل انش في الشاشه. مشغل عليها رسيفرات زي الماك برو بيدعم معانا ال 4K، الماك فلاي بيدعم فعلا خاصيه ال 4K اهو تمام. عندك حاجه زي الدبابه دي الفيجن ايدج بيدعم برضو معانا ال 4K. لكن انت لما تجيب شاشه 4K وتركب عليها ريسيفر من دول انت ما استفدتش ب 70% من الشاشه، كنت جبت تلفزيون عادي احسن. ده الفرق. لان يجي واحد يقول لك ده انا عندي شاشه 4K، ما انت مش هتديك حاجه ليه؟ انت مركب عليها ريسيفر اخره اتش دي بس مش هينفع. لكن لما تجيب شاشه 4K معلش هات ريسيفر عالي شويه او تي في بوكس واتفرج على الشاشه بتاعتك هتبقى عامله ازاي، لان هنا ساعتها الريسيفر بيدعم نفس جوده الشاشه، هتلاقي الموضوع عندك تحفه، والشاشه عندك هتقلب لخاصيه ال HDR، انت هتشوف جوده صوره حرفيا هتحس ان انت هتدفع فلوس في حاجه وخدتها. لكن الناس بتكلمني كتير جدا يبقى عنده شاشه من سوني، شاشه من سامسونج، شاشه من LG، حاجه الله اكبر تحفه معديه ال 20 و 30 الف جنيه، ويجي في الاخر يشغلها على ريسيفر زي كده، حرام. فده اللي عايز اقوله، انت ممكن تبقى عندك شاشه ممتازه بس مش مستخدمها خالص. فالناس اللي عندها ال 4K بيبقى عندها بقى اكتر من اوبشن، انت صارف في الشاشه معلش كمل ايه؟ كمل الصح بقى. ممكن تركب اقمار بتدعم معانا ال 4K زي الهوت بيرد، زي الاموس، زي الهسبه، زي التركي، هتلاقي في بعض القنوات لما تتفرج عليها بتاخدك في عالم تاني. فانت بتتفرج على جوده ال 4K مع الصوت الدولبي انت حرفيا بتبقى في حته تانيه خالص، سواء بقى تتفرج على ماتش، تتفرج على فيلم، تتفرج على قناه الطبيعه، هتحس فعلا نفسك جوه الشاشه. لكن تجيب لي شاشه 4K وتركب لي عليها ريسيفر ب 200 جنيه، ما اختيار غير موفق. بس كده يعني.